فوز مهم جدا لريال مدريد كونتر ريال مايوركا. على بالي الاداء تراجع في الشوط الثاني، ولكن متفاهم هذا الامر. تشابي الونسو كان باغي يحصل على 3 نقاط اللي تخليه يدخل التوقف الدولي وهو مرتاح صدارة الدوري. والضغوط حاليا على برشلونة. التراجع في الاداء في الشوط الثاني كان متفاهم صراحه، خصوصا مع نقص التحضيرات البدنيه بالنسبه للفريق. اكثر واحد شفقت عليه في الماتش تاع اليوم كيليان مبابي، حرفيا دار كل شيء، خلق العديد من الفرص، سجل هدفين عن طريق التسلل، ولكن الاربيت كالعاده دو بيت اورجو صحيح، صراحه اورجو صحيح، ولكن شفقت عليه، دار كل شيء، كان على الاقل يستاهل هدف ولا هدفين، ولكن للاسف كيليان مبابي اليوم خرج بدون ولا هدف. فينيسيوس سجل هدف، ولكن مبابي للاسف ما سجلش. كنت باغي على الاقل يسجل هدف على الاقل ويتوج المجهود تاعه في المباراه، خصوصا انه كان من بين افضل اللاعبين في المباراه، ولكن للاسف ما سجلش. فات نقاط مهمه لريال مدريد تخليه يدخل التوقف الدولي. تشابي الونسو ملزم بتصحيح العديد من الاخطاء، تصحيح مشكله الركلات الركنيه اللي مازال يعاني منها الفريق منذ الموسم الماضي. فهذه هي 3 نقاط مهمه جدا كما قلت لكم، والقادم افضل مع تشابي الونسو، القادم افضل.